بسم الله الرحمن الرحيم. مع التفسير لآيات القرآن الكريم لآية الله المعظم المجتهد الحاج الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي حفظه الله في الحسينية الجعفرية في الليلة 17 من شهر رمضان لعام 1417 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد، قال الله الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نبر قلوبنا ومجلسنا بأنوار أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهما الصلوات على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا إخواني المؤمنين الأعزاء. عليكم السلام. ويا أخواتي المؤمنات المكرمات ورحمة الله وبركاته. درس التفسير حول سورة المباركة البقرة. تكلمنا في الليالي الماضية حول كلمة الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الباء الاسم. اشتقاق الاسم تحدثنا حوله بقدر وسع مجلسنا ووقتنا. وأما كلمة الاسم قد قدمت لكم اشتقاقه، والليلة الماضية تكلمت حول تعريف الاسم. قد عرفه القوم بهذا التعريف، بأن الاسم ما أنبأ عن المسمى. وشرحت لكم أيها الأعزاء بأن إذا كان المقصود من المسمى ذات المسمى لا نقبل هذا التعريف. هذا التعريف فيه غلط، لأن ليس اسم ينبئ عن ذات المسمى، لأن الذوات غير مكشوفة لنا. جميع الذوات في العالم محجوبة عنا. حتى مثلت لكم بأن أقرب الأشياء بالنسبة لنا عبارة عن وجودنا
عن نفسنا، عن هذا الهيكل الذي نسميه أنا. ما عندنا شيء أقرب من هذا، ولكن هل يوجد أحد أن يعرف ذاته أو يعرف ذاته؟ لا يوجد. مثلت لكم، أذكركم وأعتذر من المشايخ والفضلاء، هذا الجسم وهذا الهيكل الذي نسميه أنا أو بياء الوحدة، عيني، أذني، نفسي، روحي، عقلي، هذا الأنا فيه، لا تستبعد، فيه ملايين أشياء غير معروفة لنا، مو 1 10 100 1000 مليون، ملايين موجودات، حقائق، ذوات في هذا الوجود، وكلها ذواتها مسطورة لنا. ولذلك قال مولانا امير المؤمنين في ذكره صلوات: وتزعم انك جرم صغير وفيك انطبع العالم الاكبر. العالم الاكبر منطوية باذن الله وبخلق الله في هذا الوجود الصغير. في هذا الوجود اكو بحار، اكو عيون، 4 عيون موجودة في هذا الوجود. عين مالح، عين حلو، عين مر، وعين لزج. 4 عيون ليلا ونهارا. هذا العيون في فعل وانفعال. وين منشأهم؟ من وين يتولد؟ كذلك في هذا الوجود عندنا شمس، عندنا أقمار، عندنا نجوم، إلى ما شاء الله. ما عندنا وقت ندخل في هذا البحر اللي ليس له نهاية، ليس له نهاية. ولذلك الفيلسوف الذي يقول أن الاسم ما أنبأ عن المسمى لو يقصد بالمسمى الذوات لا نقبل. نقول صالبة بالكلية، لا شيء من الذوات معروفة لأحد حتى للعلماء. نعم، إذا أراد بالمسمى الأفعال والصفات نقبل بموجبة جزئية، وهذا بعد ما نقبل بالكلية، بالقضية الموجبة الجزئية. بعض الأفعال وبعض الصفات معروفة لنا، أما بعضه ليس بمعروفة، شيء ليس بمعروفة. واحد عنده غشوة ما يدري أحد، لو يدرون يعالجونه. واحد عنده اضطراب روحية ما يدرون هذا الاضطراب من وين. واحد حفظكم الله عن الآفات عنده سرطان ما يدرون سرطان ما هو، لو يدرون يعالجونه.
وقس على ذلك باب فعلل وتفعلل. كثير من الأوصاف والأفعال موجود في وجودنا وما نعرف هذا الأفعال منشأه من بين وانفعالاته وأفعاله كيف. وما أوتينا من العلم إلا قليلا. خلق الإنسان ضعيفا، وهذا الإنسان الضعيف بعض الأوقات أجلكم الله عنده تفرعن عظيم. ولذلك مثلت لكم أيها الفضلاء الأجلاء، كلكم فضلاء الحمد لله، بأن العوالم كلها مخلوقة لله، وأثر آثاره وأفعاله وصفاته. كونين كلها أثر أفعال الله وصفات الله، نعرف بعضها ولا نعرف البعض. لا علم لنا إلا ما علمنا الله بواسطة معلمي عالم الأكوان محمد وآل محمد. وبينت بالتفسير بأن الأسماء الذي سمينا به بواسطة آبائنا وأجدادنا ليس بأسماء صحيحة. رب إنسان يسميه أمه أو أبوه بالسعيد وهو شقي، يسميه بالجميل وهو ليس بجميل، يسميه بالكريم وهو ليس بكريم. أما الأسماء الحقيقية عبارة عن أوصافنا وأفعالنا. واحد عند نجارة نسميه نجار، هذا صحيح هذا الاسم هو نجار. واحد يسمونه حداد لأن عمله مع الحديد. واحد يسمونه فقيه لأنه عنده علم غزير في الفقه. حكيم، طبيب، هذا الأسماء الصحيح. أما هذا الأسماء يحكي صفات وأفعال المسمى لا ذات المسمى. وكذلك وله المثل الأعلى في أسماء الله تبارك وتعالى. عندنا نوعين من الاسم. النوع الأول الأسماء اللفظية التي اختارها الله تبارك وتعالى لنفسه، كلفظ الله الرحمن الرحيم الرؤوف الودود الجبار القهار إلى ما شاء الله. هذه الأسماء معدودة في القرآن وروايات أهل البيت، روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى من عند أنفسنا. قال إمامنا الرضا سلام الله عليه وأرواحنا فداه وباسمه صلوات على محمد وآل محمد.
ليس لك ان تسمه بما لم يسم به نفسه. ما عندنا حق نسمي الله باسماء ليس في القرآن وليس في رواياتنا محدود. هذا الاسماء اللفظية مثل الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله او الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وكل اسم من الالفاظ اللفظية له معان وتفسير وتعليل وشرح، له معان كثيرة. ان شاء الله اذا بدأنا في تفسير وتعليل لفظ الله او الرحمن او الرحيم بقدر وسع مجلسنا ووقتنا ان شاء الله نتكلم. وكما ورد في بعض الاخبار ان لله تبارك وتعالى 99 اسم، لكل اسم معنى وتفسير وتعليل في محله. هذا الالفاظ اللفظية، الاسماء اللفظية. واما عندنا الفاظ غير لفظية، اسماء غير لفظية، وهذا الاسماء عبارة عن كل واحد من المخلوقات. كل ما في الوجود من الذرة الى الذرة، من العرش الى الفرش، من السماء الى الارض، كلها واحد واحد فرد فرد اسم لله، يعني يحكي فعلا من افعال الله، يحكي صفة من اوصافه الاضافية ولا يحكي ذاته. كما ان افعالنا وصفاتنا وله المثل الاعلى لا يحكي ذاتنا. واحد نجار وهو نجار يسوي يعمل قولا، كذلك سائر الاشياء الخشبية، اما ما نعرف ذاته ما هو. حتى هو النجار كما قلت له هو ما يدري ما ذاته. وكذلك اسماء الله تبارك وتعالى ليست صفة تكشف لذاته، بل صفة دلالة ومعرفة الى بعض اوصافه وافعاله. انسان لو يأخذ من الارض قليل من التراب، هذا التراب اذا انسان توجه له بعين البصيرة يتكلم مع الانسان، يقول ما فيه من الاسرار. في قبضة من التراب الانسان موجود في هذا التراب. خلق الله تبارك وتعالى ابانا آدم من التراب، اجلكم الله حيوانات موجودة في هذا التراب، النبات موجود في هذا التراب، انواع النبات موجود في هذا التراب، حنطة موجود، نخي موجود، قافلة موجود، زيتون موجود، تين موجود، مشمش موجود، فيزان موجود، كل من التراب. في قبل من التراب لو نريد نكتب اشياء التي موجودة في قبل من التراب يصير مكتبة عظيمة لا يتناهي. كذلك المعادن، الذهب، الفضة، الحديد، الرصاص، كله موجود في التراب. اسم من اسماء الله.
و اذا انسان وقف امام هذا قبض من التراب و امعن النظر في عجائب هذا المخلوق اللي تحت اقدامنا عددا ما عندنا اعتناء بهذا التراب. واذا اردنا ان نشبه احدا باحقر شيء نقول هو التراب. اما اذا اردنا ان نبحث من اسرار هذا التراب نحتاج الى مكتبه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. هذا البحر اللي في الكويت لو يصير مداد لشرح هذا الكلمة الصغيرة الحقيرة. ولذلك إذا وقفنا أمام هذا الاسم العظيم وبحثنا عن أسراره ورموزه ومعانيه نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. أما يحتاج إلى عين البصيرة. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا الإنسان الغافل النائم أجلكم الله السكران يمر على عجائب الخلقة وكل مخلوق ينادي بأعلى صوته سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الغافل لا ينتبه. عندك ينتبه إذا جاءه النكير والمنكر. الناس نيام أجلكم الله إذا ماتوا انتبهوا شكوا. قم أنت كنت سكران في العالم ما توجه إلى خالقك ما توجه إلى هذا التراب. الأسماء الله تحت رجلك وأنت أشرف المخلوقات. أقدم لكم شعرا فارسيا أنا أشجعكم حتى إن شاء الله الطالبون والطالبات في حوزتنا النورانية النورين النجرين يشتاقون لتعليم لسان الفارسي لأن ينابيع التشيع والمحبة والولاية في كلمات الفارسية كثيرة. نعم العربية هو أفصح وأعلى كلمات كلام الله. أما نحتاج إلى رجال إن شاء الله في هذه الحوزة المباركة يتعلموا بعض الألسن اللي نحتاجه ويتوجهوا إلى تبليغ الولاية والمحبة وحكمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الشاعر الفارسي يقول ونصف الفارسي عربي بل أكثر من النصف. خاک راهی که برو میگذری ایمن باش. خاک راهی که من سعد شیرازی رحمت الله علیه افصح المتکلمین. خاک راهی که برو میگذری ایمن باش که جفون است و خدود است و غدود است و که عیون است و جفون است و خدود است و غدود. یقول رضوان الله علیه
يا من تمر على الارض بالاستكبار، تضع قدميك على هذا التراب، تنجى، تنبه، تدبر، تفكر. هذا التراب عبارة عن العيون. يوم كان عين تبطى دفنوه تبدل بالتراب. عيون است، عيون عربي. جفون، جفون هذا الجفر. كل انسان يحب، هذا يتبدل بالتراب. حدود است قد الانسان. جفون عبارة عن العين، هذا انا اشتبهت. اما حدود عبارة عن هذا الوجه. ولذلك وفي كل شيء له آية، هذا الشعر غلط. وفي كل شيء له آيات سنريهم آياتنا. هذا اسم صغير من اسماء الله تبارك وتعالى. كل اسم يحكي عن قدرة الله، عن حكمة الله، عن جلاله وجماله بقدر نفسه. إنما الآلات تحد أنفسها. واحد شجر يحكي قدرة الله بقدر الشجرية. الحيوان يحكي قدرة الله بقدر نفسه. الإنسان يحكي قدرة الله بقدر إنسانيته. ولذلك لله تبارك وتعالى في الكون أسماء لفظية وغير لفظية، وبين أسماء غير اللفظية درجات وطبقات. واحد ورقة من الشجرة لا يحكي قدرة الله وحكمة الله وفعل الله وصفات الله بقدر إنسان، ما يتمكن، محدود. أما إنسان غير محدود. وكذلك إذا نتدرج بدرجات التوحيد نصل إلى مقام، هذا المقام يحكي الله تبارك وتعالى، يعني مو ذات الله، يحكي أفعال الله، يحكي آيات الله، يحكي جميع قدرة الله كما هي. كيف يحكي كما هي؟ وما هم عبارة عن طائفة الأنبياء، سيما نبينا الأعظم محمد وآل محمد. هم الأسماء التامات. الاسم الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا بالاسم، الاسم الأعظم عبارة عن الحقيقة المحمدية والعلوية والرضوية والمهدوية سلام الله عليهم أجمعين. أنوارهم موجودة في جميع أنحاء العالم، من العرش إلى الفرش. مظهر هذا الاسم عبارة عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. المصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المظهر أمير المؤمنين. المجلى الزهراء سلام الله عليها. وطبقات الأنوار عبارة عن أئمتنا عليهم السلام.
وفي هذا الزمان الحامل لهذا النور عبارة عن صاحب العصر والزمان الله نابدا. من عرفه بالنورانية عرف الله. قال امير المؤمنين سلام الله عليه: معرفتي بالنورانية معرفة الله، ومعرفة الله معرفتي بالنورانية. ما معرفة الإمام بالنورانية؟ يحتاج إلى التلمس. هذا مو شيء بسيط يوم يومين أو من خطيب خطيبين أو أستاذ مثلا يتعلم. يحتاج إلى التمارس، إلى التمارين الدرسية بالتقوى. بلا تقوى لا يمكن. هذا أنا أمثل لكم مثال وأختم كلماتي: وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. الوقت بعد جاء ينقضي. ندر مجلسنا بالصلوات على محمد وآل محمد. في هذه السنة بالنسبة إلى ساعات شهر مبارك رمضان، اللجنة الدينية قدموا شيء فيه تصوير أسطوانة تحتها مكتوبة أسطوانة أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعض الإخوان والأخوات سألوا مني: لماذا سمي هذه الأسطوانة أسطوانة أمير المؤمنين؟ ما سره؟ هذه الأسطوانة مركزها في تبريز، وأنا 35 سنة صليت بالإمامة في جنب هذه الأسطوانة المباركة، وكل يوم أقبلها. فيجيبون نذورات معجزات في هذه الأسطوانة. لماذا؟ أنقل السر الذي في هذه الأسطوانة. هذا المسجد الذي قد صلى فيه بالإمامة إمامنا المصلح روحي فداه، وبعد توجه إمام المصلح إلى الكويت بعد وفاة أنبياء المقدس رضوان الله عليه، حبل لصلوا على محمد وآل محمد. حبل روحي فداه الأمور آذربایجان وإيران بيدي. المدرسة المباركة صاحب الأمر قريب 70 إلى 100 طلاب كان فيه فضلاء. المدرسة المباركة حجة الإسلام كان فيه درس الخارج في الأصول والفقه والحكمة، وكذلك إمامة مسجد حجة الإسلام وسائر الأمور. أما المركز هو مسجد حجة الإسلام، لو ترون تصويره ليس لهذا المسجد نظير من جهة الوسع والعظمة، وكان يمتلئ من المؤمنين والمؤمنات. مؤسس هذا المسجد عبارة عن ملا محمد حجة الإسلام الكبير بروحه صلوات. إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. قصص العلماء خدام أهل البيت الناشرين لفضائلهم وآثارهم ومعارفهم
منهم الآخوند ملا محمد حجة الإسلام الكبير، هو مع نفرين من أصدقائه وزملائه كانوا يدرسون في النجف الأشرف حتى فازوا درجة الاجتهاد والتفقه في الدين، وأخذوا الإجازات من علماء زمانهم وتوجهوا إلى إيران لمسقط رأسهم تدريس. لما وصلوا إلى كرمانشاه سألوا، قالوا نبقى يوم يومين حتى نرتاح من تعب الطريق. سألوا هل أكو هنا موجود عالم نستفيد منه هذا اليومين؟ قال لازم يصير هكذا ليلا ونهارا يكن في الدرس. ما عندنا بس بالله مثلت لكم امثال كثيره في هذا المعنى. طالب العلم حتى في النوم لازم يدرس لا يصل الى مقام. العلامة الحلي رضوان الله عليه سأل من ابنه قال يا بني ماذا تريد ان تكون في درجة العلم؟ قال يا أبي أريد أن أكون مثلك. قال لا تتمكن أن تكون مثلي. قال لماذا؟ أنت شلون صرت؟ قال أنا نريد أن أكون الإمام الصادق سلام الله عليه. طب محال أن يكون واحد الإمام الصادق؟ الإمام الصادق هو علمه لدني ومتصل بالله، أما الهمة لازم يكون كبير. أجلكم الله بعض الأشخاص يدرس سنة سنتين حتى الأدبيات ما يعرف ويدعي ادعاء ما ادعاه حتى العلامة. وين تروح وين تطير؟ شكو إيش عندك؟ هذا حجة الإسلام رضوان الله عليه. وصل إلى مقام التفقه لما في ضمن السفر وصل إلى كرمانشاه قال هل عالم أنا أستفيد منه؟ وبعض الجهلاء أجلكم الله الذين يحسبون أنفسهم عالما وما هم بعلماء. هذه كلمات اصطلاحات ما لا يجي لا عند المرجع لا عند العالم لا ايش صار بي شكو. انسان الى زمان موته يحتاج الى التعليم والتعلم. انا قبل البارحة تكلمت حول امامنا المجتبى ارواحنا فداه. ومن كثرة الدقة بالمعاني أتيت باسم إمامنا الزكي المجتبى أرواحنا فداه بأحد شباب أهل الجنة. اشتبهت. الإنسان مسابق للسهو والنسيان. لما أردت أن أخرج من المسجد واحد من هذا الأطفال الكبرى قم ابني هذا الكبرى قال مولاي ليش ما قلت سيدي سيدا شباب أهل الجنة؟ قلت شباب أهل الجنة. أنا توجه بالتفرس هذا البلد. قلت ابني اشتبهت أنا مو معصوم، أنا مشتبه. إن شاء الله أعدل الليلة أدبت هذه المسألة. بعض الناس حتى من المرجع ما يريد يقبل. أعوذ بالله من الكبر. حجة الإسلام قال أريد عالم أستفيد. قالوا عندنا عالم هو مسيطر على العلوم وكل يوم يدرس العلماء والمجتهدون والطلاب في هذا المسجد
قلت شو اسمه؟ قال اسمه الشيخ احمد بن زين الدين الاحصائي. هو جاء مع حجة الاسلام رضوان الله عليه، جاء مع زميليه نظام العلماء ومولا محمد حكم آبادی، دخلوا بإذن العلماء والطلاب وجلسوا. استمع شاب ما يفهمون شيء. بكرة جاء فأدرعوا ما يفهمون من كلمات الأوحد، ما يفهمون شيء. يوم الثالث بعد حضروا درس الأوحد ما فهموا شيء. عند الخروج قال مولا محمد الكبير: مولاي يا شيخ، إما نحن لسنا بمجتهدين وإما كلماتك من صحيح، نحن 3 أيام في حضورك ما نفهم شيء. تبسم الأوحد رضوان الله عليه قال: ابني أنت مجتهد في الفقه، أنا أتكلم في الحكمة الإلهية. فقيه ما يدري ما الحكمة. الحكمة علم على نفسه والفقه على نفسه. حجة الإسلام قال: أريد أن أتعلم الحكمة. ماذا تقول يا شيخنا؟ بل التقوى، بلا تقوى لا تفتح. يمكن واحد يصير فقيه بلا تقوى، اما بلا تقوى حكيم ما يصير. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأول التزكية، يزكيهم. التزكية عبارة عن التقوى، عن تزكية النفس، ثم يعلمهم الكتاب والحكمة. بلا تزكية ما يصير حكمة، يصير شيطنة. قال ابني روحوا 3 أيام لازم تصومون والليالي تتوبون. أدري ما عندكم ذنب، أما لازم تنزهون. يوم الرابع تجون عندي إن شاء الله تدريجا تتعلمون. بعد التزكية جاءوا شافوا الله بعض الكلمات وعلموا لأهلهم في تبريز. نحن لا نجي إلى تبريز، إحنا رأينا أنفسنا ناقصا في العلم، والضرر الناقص بالنسبة إلى المجتمع أكثر من ضرر الجاهل. من الجاهل ما يسألون شيء، يقولون هذا جاهل. أما أنا الناقص يجون يسألون وأنا أعطيهم جواب خلاف الكتاب وخلاف أئمتنا. وهذا أخطر الأشياء بالنسبة إلى المسلم، بالنسبة إلى الشيعة. ليس كل واحد له حق أن يفتي، أن يتكلم في العلوم إلا بقدره. على كل لا ندخل في هذا الأمر. اتصلوا بالتبريز وقالوا نحن حبلنا ما نجي. ذبقوا عند الأوحد 18 شهر، يعني 1.5 في الغربة، حتى تبدل صدورهم ببهار الحكمة المليئة باللؤلؤ والمرجان والدرر. بعد 1.5 قال الأوحد رضوان الله عليه: الحمد لله، أنتم صلوات على محمد وصلتم إلى مقام الأعلى في الحكمة. وأجازهم، أعطى لحجة الإسلام عصا، قال أنت تبلغ معارف أهل البيت في أذربيجان. وأعطى لنظام العلماء قلم
قال أنت تكون عالما عند الحكومة، وعاد لملا محمد حكمابادي شفا قال أنت لا تصل إلى تبريز، بين الطريق تتبقى تموت، وصار هكذا. إذا العالم ما درى بهذا الأمور ليس هو عالم، ليس هو متصل بأهل البيت. حجة الإسلام جاء إلى تبريز. أنا ما أفسر، الوقت خلص. أكو تفسير عظيم حلو، كلمات أمور. أقبل الأمر صلى في مسجد صغير، أما بصغره يصير كبر هذا الجعفرية. هذا في جانب مسجد شهل ستون حجة الإسلام. وأما لما خطب هذا الحكيم الإلهي المتبحر، هذا الفقيه المجتهد، هذا التقي النبي، أهل التبريز كلهم اجتمعوا حوله. بعد شافوا هذا المسجد ما يشيل الجمعية، قالوا لازم نبني مسجدا يكن له 40 اسطوانة. هذا المسجد حجة الإسلام اللي المولى الإمام المصلح روحي فداه صلى فيه صلوات، وبعد أمرني أن أصلي مكانه. وقريب 35 سنة أنا خدمت في هذا المسجد. والحمد لله الجمعية كان يتمبج، حتى في آخر يوم اللي أنا بدعت هذا المسجد كان الجمعية خارج المسجد واقفين للكلمات. قاموا أن يبنوا مسجدا، الجدران بنوه. لما وصلوا إلى الأسطوانات الفلوس خلاص. حجة الإسلام قال لنائبه الحاج مهدي التبريزي، قال بعد من البكرة لا يجون العمال لأن الفلوس ما عندنا، وما نريد العمال يعملون بلا أجرة. حاج مهدي يقول أنا تأسفت من هذه المسألة، أما علمت للعمال لا تجون. ليلا بكيت بكاء شديدا، وتبسلت إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه، قلت سيدي ومولاي هذا المسجد مخصوص لفضائلك، وهذا حجة الإسلام خادم فضائلك، كيف بكرة نحن نعطل هذا العمل وأمام الناس شي نقول ما عندنا كلام؟ بكيت. وإذا بعد نص الليل أتاني نوم، هذا مشهور عند علماء تبريز، وأنا كاتب هذه المسألة، رواة من الموثقين الذين كانوا في زمن حجة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. بعد نص الليل وإذا في المنام رأيت مولانا أمير المؤمنين قال لي يا حاج مهدي ليش أنت معسوف هكذا؟ قلت مولاي أنا أستحي من الناس، كيف نعطل؟ أنت تدري بالأمر. قال أبدا لا يكن في قلبك حزن ولا ألم، عد الأسطوانة أنا نصبته بيدي. وعلم حجة الإسلام أن إلى بكرة الظهر يصل بيده من المؤمنين والمؤمنات مصرف للمسجد ولا يعطل. والآن روح إلى المسجد
بزر ذلك الاسطوانة، تلك الاسطوانة. يقول انا قمت بأبكي. ام العيال يقول ليش تبكي؟ وما هذا العطر؟ ما هذا النور؟ قلت ويلك، كان امير المؤمنين في بيتنا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل ما هو السبل؟ الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت الصراط المستقيم. لا يكون إلا بالتقوى والجهاد. أنا كنت أتسبر الليل ما لا يكون في الجعفريات، فهذا البرد بعد الطريق، هذا همتكم ما شاء الله، هذا علاقتكم بذلك الليلة، ليلة الإحياء، أثبتتم إيمانكم. وبارها أيضا في حسينية الأوحد واقعا كان منبرة، أشوف مشتاقون من السجدات بل حتى الشارع حتى السكك، هذا إيمان. والله العلي العظيم مولانا أمير المؤمنين يعطيكم أجر في الدنيا والآخرة وأنتم معجورون. قمت في بعد نص الليل، مضيت إلى المسجد، وإذن الأسطوانة منسوبة في محله. إخواني الأعزاء، هذا الأسطوانة أنا 35 سنة صليت في جنب هذه الأسطوانة المكرمة المعجزة، ما يشيله إلا 40 شخص، حجر كبير ما يتمكن في نص إلا منسوب مستقيم كما ترون. وإن شاء الله توجهوا، هذا مثال يعني نقش غير نقش بقية الاسطوانات. بقية الاسطوانات عندهم نقش، هذا نقشه مخصوص، لأن كل يدري هذا الاسطوانة نصبت بيد ولي الله أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما الفرق بين أمير المؤمنين وبيننا؟ فرق عظيم. نحن نصف قدرة الله بكيفية ضعيفة مثل الشمع، وإذا متنا ما بقى منا أثر. وأما مولانا أمير المؤمنين يصف قدرة الله من الأزل إلى الأبد. هل زرت ضريح أمير المؤمنين ورأيت مكان أسبوعين من أمير المؤمنين؟ كل آثار. ولذلك سمي هذه الأسطوانة بأسطوانة أمير المؤمنين لأنه نسبه بيده. فبكرة ظهر رجال والنساء جاءوا بنذور تبرعات، خلص المسجد، هذا المسجد خلص في 6 أشهر. 6 أشهر، هذا أعظم مساجد في 6 أشهر. وحتى صلوات بعد خلاص المسجد جاءت سيدة من السيدات قال لحجة الإسلام أنا عندي تبرع لهذا المسجد. حجة الإسلام قال رضوان الله عليه خلاص المسجد خلاص ما نحتاج. قال إذا ما أخذت أنا أموت، أنا عندي نذر لهذا المسجد. حجة الإسلام أخذ وقال يسبون منارة لمسجد حجة الإسلام، منارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا مو متوجه بالبحث، متوجه بمسجد حجة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وآله